السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومستعدين تسمعوا القصة. هاد القصة وقعت أحداثها في مدينة صغيرة كان فيها حمام قديم بزاف، وهاد الحمام ما عمر شي حد ما جرأ يعوم فيه. هو مبني في حديقة ديال دار خاوية أي مهجورة، كانت ساكنة فيها أسرة صغيرة. على حساب الهضرة اللي كتدور كيقولوا باللي أن ديك الأسرة كتكون من جدة وأم وفتاة اللي كيقولوا عليها أنها كانت زهرية. وفي ظروف غامضة اختفت البنت من بعد ما داتها شي وحدة من دارهم بالموافقة ديال ماماها، على أساس أنها غادي تساعدها في تحقيق الحلم ديالها اللي هو بناء حمام كبير في الحديقة اللي قدام الدار، بشرط تخليها دي بنتها معاها لمدة أسبوع وترجعها ليها. هاد القصة وقعت لواحد البنت وغادي نعاودها لكم بحال ديك البنت هي اللي كتعاودها دابا، وما ديوش على الهضره ديال المؤنث راكم عارفين. وقبل ما نبداو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب والاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد اللي كنحط كل سيمانه. وفي هذا رمضان هذا راه كنحاول نحط 2 فيديوهات حتى 3 في السيمانه. اجي ما كديروش كومونتيرات الدراري ولا حتى الدريات، المهم ولو ديروا كومونتيرات ودعمونا، غير كلمه زوينه راه كتخلينا تموتيفاو باش نلوحو فيديوهات. كثروا لي لايك ونبداو. المهم ما نطولش عليكم، من داك النهار مبقاش رجعات البنت وتا الحمام كمل في البني ديالو وتا حد ما استافد منه. الام تسنات سيمانه وشهر ولكن ما قدرتش تصبر اكثر من عام. قبل ما تكمل العام باش اختفت بنتها ماتت الام وتبعاتها لجده اللي ما صبراتش على الوفاة ديال بنتها والاختفاء ديال حفيدتها. من بعد شهور على الموت قرروا الناس ديال المدينة باش يستافدوا من الحمام احسن من انه يبقى مسدود. وفعلا بداو الناس كيمشيو لداك الحمام، ولكن كانت كتبقى عليهم فيه اشياء غريبة. كيقولوا باللي في البيت السخون كان اللي تخليه كيلقى فيه شعرة طويلة ولونها بيض بزاف وشوية كتولي حمرا كاملة، وكيسمعوا اصوات ديال شي حد كيبكي وكيغوت وكيضحك في نفس الوقت. من داك الوقت مبقى حتى حد كيتجرأ انه يمشي لداك الحمام ولا لديك الدار بصفة نهائية. ومن بعد مرور 20 عام وبصدفة كنا دايزين محدا ديك الدار انا وشي دراري وشي بنات، وفاش شفنا الدار قلنا نمشيو نشوفوها ونشوفو واش بصح مسكونة كيف ما كيتقال في المدينة كاملة. ديك الساعة كانت 4 ديال العشية. الحاصل دخلنا للدار وبدينا كندورو فيها. كانت قديمة بزاف واغلب الاماكن اللي فيها ولاو مهرسين والارض هشيشة، وفاش كنعفطو كتسمع الارض بحال كتطرطق من تحت رجلينا. انا كنت خايفة بزاف حيت سمعت جميع انواع القصص اللي تقالت على ديك البلاصة، لدرجة ان الناس كانوا كيتفاداو يبنيو وحداها. داكشي علاش بقات معزولة بوحدها، وتا الديور اللي كانوا وحداها ما ليهم مشاو، حيت كل ليلة كيسمعوا اصوات خارجة من داك الحمام. انا قلت لهم خليونا نمشيو من هنايا، ولكن ما سمعوش ليا. قلت انا كان قاتلني الفضول نعرف اللغز ديال هاد الحمام وديك الدار، وبقينا كنقلبوا في الدار كلها ولكن ما لقينا والو. وطلعنا مع الدروج، خرجنا في الكولوار اللي فيه بيت باين باللي كان ديال شي بنت، وداك الكولوار كيدي مباشرة لواحد البالكون اللي كيطلع للحمام. فاش وقفنا في البالكون كانت صدمة كبيرة بداكشي اللي شفناه. كانت هذيك هي أسوأ ليلة في حياتنا. قربنا للبالكون لقينا باللي ظلام الحال، استغربنا حيت دغيا داز الوقت بحال كنا في شي تنويم مغناطيسي. اما الصدمة الثانية ان الحمام كان خارج من الدخان بحال الا كان شي حد شاعلو وكيعوم فيه. قررنا نمشيو نشوفو الحمام وقصة الدخان اللي طالع منه. وفاش كنا غادين في الكولوار اللي كان ضيق دايزين واحد ورا واحد
كنت انا اخر وحده في الصف. سمعت شي حاجه ورايا، درت نشوف ما لقيت والو وكملت طريقي. توصلت حدا البيت ديال البنت، سمعت عاوتاني شي صوت. هاد المره سمعت سميتي وانا نتسمر في بلاصتي. قلت لهم واش سمعتو سميتي؟ ما سمعنا والو الخوافه، وبقاو كيضحكوا عليا. ولكن انا كنت متاكده باللي سمعتها. فاش هبطنا مع الدروج سمعت صوت الباب ديال البيت تحل. قلتها ليهم وما تيقونيش. الا واحد صديق هو اللي قرر يرجع معايا باش نتاكد باللي ما كاين والو. وفعلا رجعنا انا وياه والاخرين سبقونا للحمام. تلحقوا عليهم، ومنين وصلنا للباب ديال البيت لقيناه مسدود. ويقول لي شتي راه مسدود، ولكن انا كنت متاكده باللي سمعتو تحل. وحاول يحل الباب ولكن ما تحلش ليه حيت مصدي. وقلنا نمشيو نلحقوا على الاخرين. في اللحظه اللي عطينا الباب بظهرنا سمعناه تحل، وهاد المره سمعناه بجوج. درنا لقيناه محلول. استغربنا. انا تخلعت وقال لي الدري اللي معايا واقيلا تحل حيت جربنا نحلوه، ما هو قديم راك عارفه. قلت ليه انا غدا نمشي في حالي. تمينا هابطين مع الدروج وحنا نسمعو غوات جاي من برا. مشينا كنجريو ولقينا صاحبتي كتغوت. تجمعنا عليها وسولناها مالك. قالت لينا بلي راه شافت شي حد كيطلع عليها من الشرجم الفوق. فاش هزينا راسنا جيت داك الشرجم لقيناه كاين في نفس البيت اللي سمعتو تحل. قررنا نمشيو من ديك الدار، ولكن كان ناقص منا واحد. سولهم الدري اللي كان معايا عليه وقالوا ليه بلي راه دخل الحمام وباقي ما خرجش. قررنا ما نتفارقوش ونبقاو نعيطوا ليه من برا باش يخرج عندنا ونمشيو في حالنا. بقينا كنغوتو ولكن ما كيجاوبناش. خفنا تكون وقعت ليه شي حاجه. داكشي علاش قررنا اننا ندخلوا مجموعين باش نشوفوا فينو. وفاش دخلنا لداك الحمام الاسطوري حسيت بالبرد والرعده فيا. شفنا في البيت الاول وما لقيناش، واللي زاد دهشنا اكثر ان داك الحمام لقيناه باقي نقي وجديد فحال يلاه تبنى، والرخام باقي كيشعل بالنقا، والحيوط تحته هما كيبريو. دخلنا اليقين ديك الساعه بلي البلاصه فعلا مسكونه. وفي ديك اللحظه سمعنا الصوت ديال الدري اللي كنقلبوا عليه كان كيغوت. مشينا كنجريو جهه الصوت اللي كان جاي من بيت الدخلاني ديال الحمام. بلي وصلنا تصدمنا من داكشي اللي شفناه. لقينا الدري في الارض ناعس على ظهره وحوايجو عامرين بالدم، والحيط بدا كينزل منه واحد الشعر لونه بيض. مشى الدري اللي كان معايا كيجري باش يجيب الاخر اللي طايح في الارض، ولكن ما حدو كيحاول يهزو، ما حد الشعر كيزيد يطلع عليه مع ذاته. تشجعت انا ومشيت نعاونو. بقينا كنجروه حتى قدرنا نفكوه. فكيناه من داك الشيء وهو ناض مخلوع وزاد تخلع فاش شاف الدم في الارض والشعر بيض. مشينا كنجريو جهه الباب، ولكن الباب تسد وما بقاش باغي يتحل. بقينا مضاربين معاه والبنات كيغوتوا. شويه بدينا كنسمعوا بحال شي بنت كتعذب وكتغوت، وحنا جاتنا حاله هستيريه من داكشي اللي شفناه وسمعناه. في ديك الاثناء اللي كنا مضاربين مع الباب اللي كان مصوب من الالومنيوم وكان كيعكس الصوره فحال شي مرايه، كنا كنضاربوا معاه باش نحلوه، وهو يعكس لينا واحد الصوره ديال واحد البنت كان شعرها كحل وفي واحد البلاصه بيضة، كانت البشره ديالها شاحبه فحال الموتى، وكتمشى فحال الا كان ظهرها مهرس. كانت جايه جهتنا. فاش درنا نشوفو ما لقيناهاش ولقيناها غبرات. زاد الخوف سكن فينا اكثر وكثر، ومع المحاولات تحلينا الباب وخرجنا، ولكن الحديقه ما بقاش كيخليناها المره الاولى. شي حاجه تبدلات فيها. في الاول ما عرفناش شنو تبدل، ولكن
احنا ما كناش باغيين نعرفوا اصلا، ولكن فاش وصلنا للبلاصه ديال الباب باش نخرجوا ما لقيناش الباب في بلاصتو، لقينا غير صور وبزاف ديال الشجر. بدا شي كيشوف في شي، ولينا بحال دخلنا لشي دوامه وما بقيناش عارفين كيفاش نخرجوا منها. انا جلست كنبكي في بلاصتي وهما مخلوعين وما عرفناش شنو نديرو. بدينا كنسمعوا اصوات ديال الضحك، وهاد الاصوات غدا وكتقرب. بدينا كنشوفوا في جميع الجوايه ومدهوشين، ويبو علينا الضو شعل في البيت ديال البنت، والخيال ديال شي كرسي كيتحرك من الشر. بدينا كنجريو في ديك الحديقه وكنقلبوا على منين نخرجوا، وهي تبان لينا نفس البنت عاوتاني وسط الشجر، وكتشوف فينا من تحت شعرها. شويه بدات كتغوت، عتقوني، وما حدها كتغوت، والملامح ديالها كتبدل وكتعواج كامله، وحنا ما عارفينش فين نهربوا ولا منين نخرجوا. وشويه اختفات عاوتاني، اختفات من ديك البلاصه، ورجع كل شي كيف كان، وحتى الباب رجع لبلاصتو. شفناه مشينا خرجنا من تما بلا عقل. فاش خرجنا ظنينا باللي تخلصنا من داكشي اللي في ديك الدار وداكشي اللي في داك الحمام، ولكن الحقيقه كانت كتخالف داكشي، حيت ديك البنت اللي شفناها ولا تابعنا فيما مشينا. وليت كنشوفها في احلامي وحتى في المرايه، كنت كنحلم بها كتألم، وكنسمع الصوت ديال الغوات ديالها، وكنلقى في بلاصتي شعر ابيض. في واحد الليله كنت ناعسه مع ديك 3 ديال الليل، حسيت بشي حاجه فيقاتني. فاش شعل الضو تخلعت من المنظر اللي شفت شي حاجه اللي عمرني غادي نساها، اكثر حاجه خيبه يمكن يشوفها شي حد في حياته. شفت الحيط نازل منه شعر ابيض، ومن تحت الباب ديال البيت داخل الدم، والبنت جالسه قبالتي في الارض وشعرها مدرقه به وجهها. كانت كتهضر مع شي حد، ما عرفتش شنو طرا ليا. كنغوت والصوت ما كيخرجش ليا كاع. بغيت نوض وما قدرتش، وهي تم جايه ليا بحال قربت ليا وسخفت. ما فقتش حتى الصباح. لقيت ماما حدايا ومخلوعه عليا، قالت لي شافوني خارجه بالليل غدا جيت الدار المهجوره، وبلي هما اللي حبسوني. وبديت كنغوت عليهم بهضره اللي ما فهموهاش. وقالت لي يا ماما باللي اسامه انتحر. اسامه هو الدري اللي لقيناه طايح في الحمام. اواه، اسامه انتحر؟ لا، ما يمكنش تكون بصح. مشيت لدارهم ولقيت ماما والناس بزاف. قالت لي بلي الدراري الاخرين كاينين في البيت ديال اسامه. مشيت عندهم ولقيتهم كيهضروا ومصدومين. شافوا فيا وقالوا لي واش حتى انتي كنتي كتشوفيها؟ حتى انا كنت كنشوفها. ديك الساعه عرفنا باللي درنا خطا كبير ملي مشينا لديك الدار. بدينا كنقلبوا في حوايج اسامه، وحنا نلقاو ورقه مكتوبه بالدم وفيها شعره بيضاء ومكتوب عليها اسامه الاول ومازال نوبشكم. فاش قرينا هادشي تخلعنا ودرنا باش نتلاقاو الغد ليه في الصباح. فاش رجعت للدار مشيت ديريكت لبيتي، ولكن ما بغاش يديني النعاس. شويه سمعت الشرجم كيتزدح بحال كان شي حد باغي يحلو. نط نشوف شنو داكشي. ملي قربت للشرجم بان لي وجه ديال ديك البنت فجاج اللي كانت غادا تلا عليا. غوت وطحت في الارض وهي جايه ليا وانا راجعه باللور. كنزحف على يدي ورجليا وكنغوت حتى حبسني الحيط. سديت عينيا وبديت كنغوت. حسيت بداك الشيء شد ليا في كتفي. بديت كنغوت وانا نسمع الصوت ديال ماما كتقول لي مالك. قلت لها راه كانت تابعاني باغا تقتلني. قلت لي راه ما كاين والو. قرات عليا القران حتى نعست. ديك الليله باتت معايا، ومع 3 ديال الليل عاوتاني حسيت بشي حاجه كتشدني من رجلي. والوقت طليت لقيتها كتشوف فيا وفمها عامر بالدم.
شفت في رجلي ما لقيتهاش، والفراش كان عامر بالدم. كلات لي رجلي، كلشي طراب الزربه. اش كنغوت وكنبكي. فاقش ماما مخلوعه. مالك يا بنتي، مالك يا بنتي كتغوتي؟ وانا نقول ليها شوفيها كتاكل لي في رجلي، شوفيها ماما كتاكل لي في رجلي. ماما كتشوف ما كيبان ليها والو، بدات كتهدأ فيا. وجابوا لي الماء ديال القران شربوه ليا، وقرا عليا بابا القران حتى ارتحيت. في ديك الليله بقاو جالسين حدايا حتى الصباح وما فاهمينش مالي. في الصباح فاش فقت حسيت بلحمي كيضرني. فاش شفت لقيت راسي كامله معضوضه، وحتى ماما شافتهم وبدات كتبكي. انا تفكرت باللي دايرين باش نتلاقاو انا والكليكه ديالي. مشيت لقيتهم جالسين كيعاودوا لبعضياتهم داكشي اللي عاشوه ديك الليله. ولكن نوال كانت باقا ما جاتش. بقينا كنتسناوها وما جاتش. نوال هي البنت اللي غوتات فاش كنا في الدار. كانت شافت البنت في الشرجم وهي تغوت. مشينا عندها لدارهم ولقينا عندهم بوليس والروينه والناس مجموعين. ما فهمنا والو. بنت لينا ماماها ومشينا عندها، لقيناها كتبكي وقالت لينا بلي نوال ماتت مقجوجه بالسلك في عنقها، وصبعانها مقطعين من يديها، والحيط ديال بيتها مكتوب فيه بالدم: نوبتك جايه، سيروا فين جيتو النهار الاول الا بغيتو نبعد منكم. شدنا الذهول في ديك اللحظه. ما حيلتنا نبكيو على صحابنا اللي ماتوا ولا نبكيو على راسنا، وقررنا نمشيو نواجهو مصيرنا. اتفقنا نمشيو في نفس الوقت اللي مشينا فيه المره الاولى. وصلت 4 ديال العشيه ومشينا. دخلنا لديك الدار ملعونه. ما حلينا الباب ويتردخ من مورانا بجد حتى قفزنا من بلاصتنا. ولكن داكشي اللي عشناه كان كتر. مشينا وهي تبان لينا بحال باغانا نتبعوها. تشجعنا وتبعناها. شفناها دخلت الحمام، خفنا وما قدرناش ندخلو، وبقينا برا شي 10 ديال الدقائق وعاد قررنا ندخلو. وملي دخلنا لقينا داك الحمام مريب، كامل مريب من الداخل، وما بقاش كي كان المره الاولى. بقينا مذهولين من المنظر وشويه، وبدا كيتكتب في الحيط بالدم: انا مقتوله، انا معذبه، انا هنايا مدفونه، حروني ولا نديكم معايا. تخلعنا وبلينا كنبكيو. حنا مالنا؟ شنو درنا؟ شنو ذنبنا حنايا؟ سمعنا عاوتاني صوت ضحك مخلط مع البكاء، وشفناها جايه على يديها ورجليها بحال شي حيه باغا تصيد الفريسه، وكدير اصوات بحال الانين، عينيها خارجين من تحت الشعر. عرفنا باللي شي حاجه غادي توقع. هربنا منها، ولكن البنت اللي كانت معانا زلقات وطاحت على حديده وتخشات ليها في راسها. منظر مروع بزاف. شفناها وقفات عليها عند راسها وبدات كتشوف فيها، ومره كتضحك ومره كتبكي. دابا بقيت غير انا والدري اللي كان رجع معايا في الاول. وقفنا قدامها وحنا منهارين، وكنطلبوا فيها تبعد منا وتعطينا اتساع. بدات كتضحك وجات جهتنا، ولكن حاولنا ما نهربوش، وهذه كانت هي نقطه الضعف ديالها. ملي ما هربناش تحولت من ديك البنت المخيفه لبنت آية في الجمال. عندها خصلات من الشعر ديالها بيضين، كانت زوينه، وقالت لينا باللي روحها دابا تحرات، وباللي مدفونه في الحمام. من بعد ما عذبوها وقتلوها جابوها ودفنوها في الحمام فاش كان يلا كيتبنى. والمره اللي داتها كانت ساحره وكتقلب على الكنوز. بانت لينا البنت طالعه في السما وكتغبر حتى ما بقاتش كتبان. ما عرفتش شنو طرا حتى لقيت راسي في السبيطار. قالت لي يا ماما بلي 7 ايام وانا ناعسه وما كنتحركش، وبلي لقاوني انا والدري اللي معايا
في الدار المهجورة سخفانين، والبنت الاخرى ميتة. وريبوا الحمام ولقاو الجثة ديال البنت مدفونة، وتا الدري اللي كان معايا ولا لاباس عليه. وبقى سير البنت الزهرية معنا ديما. ومن ديك الحادثة ما بقيتش رجعت لديك المدينة نهائيا ان شاء الله.